ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ عارفه ان انا بقالي فتره طويله جدا ما عملتش فيديوهات، وده بسبب ان انا بقيت شخص بدات اكبر بقى ويبقى ورايا انشغالات. بما اني بدات شخص خلاص يكون ان هو هيتخرج، حاول ان هو يشتغل على نفسه علشان لما يتخرج يكون مؤهل ان هو يشتغل. وكمان بحاول ان انا اشتغل بجانب الكليه علشان اقدر ان انا اوفي مصاريفي او مصاريف الكورسز اللي انا باخدها. هو ده اللي مخليني شويه مقصره في ان انا اعمل فيديوز كتير على اليوتيوب، لانها بتاخد مني وقت ومجهود كبير جدا. بما اني بشوف ناس كتير جدا بتعمل فلوجز، ومع الفلوجز بتتكلم مع الناس في حاجات مختلفه، فهو ده اللي انا حبيت ان انا اعمله. لان هي دي الحاجه الوحيده اللي ممكن اقدر اعملها. مش هقدر ان انا اعمل كونتنت بقى وتصوير ومونتاج ومش عارفه ايه، فهي دي اكتر حاجه ممكن اقدر اعملها، ان انا اكون بصور فلوجز مع ان انا اتكلم معاكم في حاجه معينه. فلو انتوا حبيتوا الفكره دي يا ريت تتفاعلوا معاها علشان اقدر ان انا اكمل. لان بجد انا محتاجه الحافز ده منكم جدا علشان الاقي وقت او اخلي فيه وقت للكونتنت بتاعي، ان انا اعمل كونتنت اكتر. وكمان يا ريت تكتبوا لي في التعليقات ايه الموضوع اللي عايزيننا نتكلم عليه، يعني في الفلوجز اللي جايه ايه الحاجات اللي انتوا عايزين نتكلم عنها. النهارده اخترت اول حاجه اتكلم عنها ازاي ان احنا نحب المجال اللي احنا اخترناه، او ازاي ان احنا نختار اصلا كليتنا. يمكن الفلوج ده او الفيديو ده هيكون مفيد لفئتين من الناس. الفئه الاولانيه اللي هي ناس لسه هتخش اصلا ثانويه عامه ومش عارفه تحط هدفها ازاي او تخش كليه ايه. والمجموعه التانيه من الناس هي الناس اللي دخلت اوريدي الكليه بس حاسه انها مش طايقه الكليه دي. وبما ان طبعا انا في كليه طب بيطري، فاللي هو اكتر كليه او اكتر واحده فيكم بسمع كلام ايه اللي دخلك يا بنتي طب بيطري، ايه اللي رماكي الرميه السوداء دي. فاللي انا عايزه اتكلم معاكم النهارده فيه ازاي تتاقلم مع الكليه اللي انت دخلتها وتحبها وكمان تطور من نفسك فيها. فبس كده، يلا نبدا الفلوج. على حسب الكلام اللي انا كاتباه في التو دو ليست او اللي انا هعمله النهارده، هو ان انا هذاكر دلوقتي محاضرتين بطنه. فعدى طبعا لان معايا امتحان بطنه المره اللي جايه، فانا المفروض اذاكر محاضرتين، بس لو قدرت اذاكر اكتر من كده يا ريت، لان البطنه كتيره قوي ومحتاجه وقت ومجهود كبير. فتعالوا نشوف هنعمل ايه. ظبطت المنبه على ساعة، هنشوف هنقدر نخلص قد ايه من المحاضرات اللي علينا. المحاضرة دي طويلة قوي، فهشوف هوصل فيها لقد ايه. خلصانة أول ساعة والحمد لله وصلت لنص البي دي اف. فهناخد بريك. المفروض اني في البريك بحاول ان انا اراجع على الحاجات اللي كتبتها علشان ما انساهاش، ولكن مش خسارة فيكم ان احنا نتكلم مع بعض شوية في البريك. خلينا بقى نبدأ من الموضوع من الأول خالص. لما كنت في ثانوية عامة، ايه اللي كنت بفكر فيه أصلا؟ لما كنت في ثانوية عامة الصراحة بالنسبة لي أنا ما كانش فيه هدف معين في دماغي أو كلية معينة عايزة أدخلها. وكان كل هدفي ان انا كنت عايزه اجيب مجموع عالي علشان احس بانتصار وان محدش يشمت فيا وان انا افرح اهلي. ما كانش هدفي خالص كليه معينه. ده لان كان في معتقداتي حاجه كده، اللي هو انا اصلا لو سالت اي طالب في ثانويه عامه او اي طالب اصلا مصري او عربي، فاغلبهم هيقولوا لك ان انا هدفي ان انا عايزه اخش كليه طب او كليه هندسه. فاللي هو بدات افكر يعني معقوله كل الطلبه دي هيبقوا دكاتره وكل الطلبه دول هيبقوا مهندسين وكل الطلبه دول فعلا هينفعوا في الكليات دي، لان هي دي الكليات اللي عايزينها. فكنت بقعد مع نفسي واقول انا مش حاسه ده خالص. انا حاسه ان هما بيفكروا في الكليات دي او هما عايزين الكليات دي علشان المجتمع شايف ان الكليات دي هي احسن كليات، فهتلاقي ان اغلب الطلبه هدفهم الكليات دي. فمن الحاجات اللي انا كنت بعملها في ثانويه عامه والادعيه اللي كنت بدعيها في ثانويه عامه ان انا يا رب اجيب مجموع عالي، ولكن يا رب دخلني افضل كليه ليا، افضل كليه انا هقدر ان انا اتعب اشتغل على نفسي فيها، اكتر كليه انا هنفع فيها. يعني كنت دايما بدعي يا رب ما تخيرنيش، اختار لي الافضل كليه ليا. ما كنتش عايزه خالص ان انا اتحط في موضوع ان انا اختار. اهم حاجه ان الكليه اللي يا رب دي تختارني ليها اكون فعلا شخص ناجح فيها واقدر ان انا اعمل فيها حاجه واقدر ان انا افيد فيها البشريه بحاجه. فهو ده من معتقداتي ومن افكاري اللي انا كنت شايفاها في ثانويه عامه. فما كنتش بدعي بكليه معينه. ده اللي انا كنت شايفاه. يعني ما كنتش شايفه مثلا ان الكليات القمه هي افضل كليات
وان باقي الكليات ما كانتش كليات كويسه. لا، ما كنتش بشوف ده خالص. ما كانش عندي نظره ان انا مثلا لما حد يقول لي ايه رايك في كليه تجاره، اقول لهم يعني كليه تجاره؟ معقول هخش كليه تجاره؟ انا مستحيل ادخل تجاره. ما كنتش من الاشخاص دول خالص. فاكره ان انا كنت قبل كده في مواصلات يعني، ففي ناس كانوا عمالين يتكلموا، فجاب الموضوع يعني ان هم كانوا طلبه في كليه تجاره. فحد كان من اللي قاعدين بيسالهم يعني انتوا كليه ايه؟ حد من اللي انا اعرفهم كانوا بيسالهم انتوا في كليه ايه، فراح قالوا له احنا في كليه بيزنس. فراح قال فحد كان مش عارف يعني ايه بيزنس، فبيقول يعني ايه بيزنس، فرحت قلت لهم يعني تجاره. فقلتها لهم كده يعني بشكل عفوي، فراح قالوا لي هو انت ليه بتقولي على تجاره مش طريقه دي؟ ما انت لما تقرفيش من كليه، ساعتها كنت في ثانويه عامه، ما تقرفيش من كليه تجاره عشان لو قرفتي منها زينا كده زي ما احنا كنا بنعمل احنا دخلناها. قلت لهم والله بجد انا مش بالعكس، انا شايفه كليه تجاره كليه كويسه جدا يعني. آه، عمري ما سخرت من كليه، عمري ما كنت حاطه كليه معينه في دماغي. فدي اول تب يعني، ما تحطوش حاجه معينه في دماغكم وان الحاجه دي هي اللي لازم تبقى موجوده ولا لا، لان ممكن يحصل حاجه في ثانويه عامه ما تقدروش تخشوا فيها الكليه دي، فتنهاروا وتحسوا نفسكم مش نافعين في اي كليه، وتحسوا نفسكم انكم لا وانا مستقبلي ضاع وانا حياتي كلها اتدمرت. لان بجد يا جماعه مجموعك في ثانويه عامه ده ولا حاجه يعني، ده بدايه الطريق مش نهايته خالص يعني، بجد ده بدايه الطريق. وحد هيجي يقول لي يعني نكون اشخاص ملناش اهداف، اشخاص بلا هدف، اشخاص نرضى باي كليه وخلاص. لا، ما تبقوش كده خالص، بالعكس لازم تتعبوا ولازم تجتهدوا، وعلشان تحسوا نفسكم انكم عملتوا اللي عليكم في ثانويه عامه، حتى بعد ما تتخرجوا من ثانويه عامه وتلاقوا نفسكم ما جبتوش درجه اللي انتوا كنتوا بتحلموا بيها، ما تحسوش انكم ما عملتوش اللي عليكم. لا بالعكس يعني، بحيث ان بعد كده الكليه اللي هتخشوها او المجموع اللي انتوا هتجيبوه مهما كان قليل او مهما كان كتير، فانتوا هتحسوا بالفخر بنفسكم علشان انتوا على الاقل عملتوا اللي انتوا تقدروا عليه. يعني انا عارفه ان في دلوقتي حاجات كتير بتحبطك وبتقول بقى ان النظام الجديد مش هيخليك تجيب درجاتك اللي انت بتحلم بيها، وانك مهما تعبت كده كده مش هتجيب درجات، وان اللي بيغشوا هم اللي بيجيبوا درجات فما تتعبش دماغك. غلط، كل الحاجات دي غلط. لازم تحاول على قد ما تقدر انك تتعب، مش علشان تجيب مجموع في ثانويه عامه، على قد انك تكون راضي عن نفسك بعد ما تتخرج من ثانويه عامه انك عملت اللي عليك، والمجموع اللي انت جبته ده ربنا اداهولك، والكليه اللي انت دخلتها دي ربنا هو اللي اختارها لك. فهتحس بعدها براحه وطمانينه انك عملت حاجه. لكن لو ما عملتش اللي عليك ولقيت نفسك بعد كده اتسوحت وما جبتش مجموع، هتقول يا ريتني كان رجع بيا الزمن، وكنت انا كنت هذاكر وكنت هعمل وكنت هسوي. فمن اول الستبس اللي انا الصراحه بنصحكم بيها انكم ما تحطوش كليه معينه في دماغكم، بالعكس حطوا هدف انكم تجيبوا اعلى درجه تقدروا عليها علشان تكونوا فخورين بنفسكم، واهلكم كمان يكونوا فخورين بيكم، وتبقوا فخورين انكم وانكم حتى لو ما جبتوش مجموع انكم تعبتوا وعملتوا كل اللي تقدروا عليه، واللي انتوا فيه دلوقتي ده علشان ربنا هو اللي حطكم فيه. فدي اول ستيب. بما ان البريك قرب يخلص، هروح اصلي وارجع اكمل مذاكره تاني، وبعد كده نتكلم بقى في الجزء التاني، هو لما تخش كليه معينه للاسف الكليه دي ما كنتش بتحلم بيها ودخلتها، ازاي تتاقلم معاها وازاي تكون شخص ناجح فيها. بغض النظر عن الخمار، بس عشان كنت بصلي، وبجد انا يعني فرحانه جدا لان انا اصلا ما كنتش هذاكر اي حاجه خالص، انا كنت هنام. فان انا بدات اذاكر دي حاجه حلوه. يلا نرجع نكمل ساعه تاني عشان البريك خلص. خلصت الحمد لله اول محاضره، خلصتها في حوالي ساعه ونص، ولكن انا دلوقتي نازله الشغل فلازم امشي، فان شاء الله بعد ما ارجع اكمل. ولكن حبيت ان انا اكمل معاكم الموضوع اللي احنا بدأناه من شويه. خلاص بقى احنا كده خلصنا ثانويه عامه ودخلنا كلية ما من الكليات اللي احنا ما كناش بنطمح إليها، أو من الكليات اللي احنا أصلا عايزينها. في الحالة دي بقى المفروض إن احنا نعمل إيه؟ أول حاجة، أول ستيب علشان تتقبل الكلية اللي انت فيها، هي إنك تحس بالرضا. والرضا ده إحساس بجد صعب، مش أي حد إن هو يقدر يحس بيه أو إن هو يتأقلم معاه أو يكون عنده الحاجة دي. يعني انا الصراحه الحمد لله الحمد لله من الناس اللي ربنا من عليهم بنعمه الرضا، لان انا الحمد لله بثق في ربنا ثقه عمياء. وزي ما قلت لكم ان انا لما كنت في ثانويه عامه اصلا كنت بدعي ان ربنا اللي يختار لي، انا ما كنتش عايزه اختار، انا عايزه ربنا هو اللي يختار لي، عشان انا عارفه ان ربنا هيعمل لي مستقبل افضل من ان انا اتخيله. انا بخطط، بيكون عندي اهداف، بكون بحاول اعمل حاجه في حياتي، ولكن برضو
ببقى عارفة إن ممكن الحاجات دي ما تتحققش وتحقق حاجات مختلفة، وده ربنا هو اللي رايدهولي وربنا هو اللي عايزه. فأول حاجة هي عندنا نعمة الرضا. أنا بجد بشوف ناس كتير جدا بتكون داخلة كلية ومن الكليات القمة، على فكرة مش كلية من الكليات اللي مش قمة، بس مش الكلية اللي كانوا عايزينها. يعني مثلا دخلوا صيدلة بس هم كانوا عايزين بشري مثلا، أو دخلوا علوم أو بيطري مع إنهم كانوا عايزين أسنان وحاجات زي كده. فاللي هو بجد انا بقول لهم يعني انتوا مش المفروض تشكروا ربنا اللي هو اصلا قدرتوا تجيبوا مجموع عالي في ثانويه عامه؟ فاللي هو يعني حتى دول مش عاجبهم حالهم. طب ما الناس بقى اللي ما جابتش مجموع خالص، او اللي هي سقطت، او اللي هي عمل ما ربنا ما وفقهاش في ثانويه عامه، المفروض يعملوا ايه بقى؟ ف فبجد يعني احساس الرضا ده احساس جميل جدا. ابداوا يا جماعه بصوا لنص الكوبايه مليان، ابداوا شوفوا كلياتكم دي مميزاتها ايه. ابداوا شوفوا وفكروا ليه ربنا اختار لكم الكليه دي بالذات. ما دام انتوا تعبتوا واجتهدتوا في ثانويه عامه، فلازم تبقوا عارفين ان الخير ليكم في الكليه اللي انتوا فيها حاليا. الثانيه بقى اللي المفروض نعملها هي ان احنا نطور من نفسنا في المجال اللي ربنا اختاره لنا ده، او نمشي في المجال ده بس نطور نفسنا في حاجه تانية احنا بنحبها. عندك الحلين دول. يعني انا بجد بشوف ناس كتير جدا داخله من الكليات اللي هم ما كانوش عايزينها، وسايبين الدراسه، ما بيذاكروش خالص، مش هاممهم ان هم يسقطوا، مع ان مش عارفين ان ده قد ايه بيأثر عليهم بالسلب وبيأثر على اهلهم كمان بالسلب. ما بيطوروش نفسهم في مجال الكليه، يعني حتى لو بينجحوا تمام وماشيين كويس في الدراسه، ما بيطوروش نفسهم بره الكليه في الحاجه اللي ليها علاقه بمجالهم. بيبقى خلاص بقى شايفين ان هم فاقدين الشغف، عايزين يخلصوا الكليه وخلاص. لو بنت بتبقى عايزه تخلص الكليه وخلاص عشان تتجوز، ولو ولد بيبقى عايز يخلص الكليه وخلاص وكده كده هيشتغل اصلا في مجال مختلف. والمشكله ان هم مش بيبقوا مثلا شايفين ان هم عايزين يشتغلوا في مجال تاني فبيطوروا من نفسهم فيه، لا، هم عايزين يشتغلوا في اي مجال وخلاص، مش بدون اي تطوير من نفس ولا اي حاجه. هم عايزين يعني اللي هو اي حاجه بقى يشتغلوها بقى وخلاص، كده كده مش فارقه، كده كده مستقبلي ضاع. فلو انت شايف ان المجال اللي انت دخلته مش مناسب معاك، ولكن علشان تعرف ان المجال مناسب معاك ولا لا، انت المفروض تبدا تطور من نفسك فيه وتنزل في شغل او في تدريبات ليها علاقه بالدراسه بتاعتك، علشان تعرف هل الدراسه دي هل الكليه دي مناسبه معاك ولا مش مناسبه. ما ينفعش تحكم عليها حكم مطلق بدون ما تجرب، بدون ما تحاول فيها انك خلاص مش عايز الكليه دي. لا، لازم تدي لنفسك فرصه انك تجرب مجالات الكليه، وانك تنزل تدريبات ليها علاقه بالكليه. ولو لقيت نفسك مش قابل اي مجال فيها ومش حاسس ان الكليه دي ليك، فساعتها بقى تبدا تشوف المجالات التانية اللي انت حابب انك تشتغل فيها، وتطور برضو من نفسك فيها، وتبقى حاجه فيها، مش تشتغل اي شغلانه والسلام وتحس ان مستقبلك ضاع عشان مثلا ما دخلتش كليه هندسه. فانت لو دخلت اي كليه فخلاص بقى كده كده اصلا انا مستقبلي ضايع، كده 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 مش اي شغلانه بقى مش فارقه وخلاص. لا، لازم يكون عندك هدف، ودايما يكون عندك هدف. وبجد مجموعك في ثانويه عامه او دخولك لكليه انت مش عايزها هو مش نهايه الطريق. ولو انت ذاكرت واجتهدت حرفيا هتعرف ان المجال اللي انت دخلته ده هو اكتر مجال مناسب ليك. بس كده، هروح الشغل وارجع نكمل تاني. يلا خدي كتير.